لما بدأت أعمل فيديوز وأشارك حاجة قريتها أو اتعلمتها، هو في الواقع ممكن أكون لسه مش أحسن حاجة في الجزئية دي، ولسه محتاجة مني شغل كتير. والحقيقة إنه ده كان وما زال بيولد جوايا شعور بإني شخص منافق، اللي هو طيب مش لما تطبقي اللي انتي بتقوليه ده الأول؟ والحقيقة إن ده كان شعور قاتل جدا، لحد ما بدأت تظهر قدامي حاجات تثبت لي إنه لأ، تفكيرك ده مش صحيح. قريت مقولة للإمام الحسن البصري بتقول: لو لم ينصح الناس إلا من يعمل بنصحه ما نصح الناس أحد. الكاتب أدهم شرقاوي في كتابه بيقول: تسألني على استحياء إلى أي مدى تشبه أنت كلماتك، فأجيبك بمرارة: إني أقاتل كي يشبه فعلي كلامي، فكلنا مثقوبون بالعيوب لولا ستر الله. وزي ما صديقة عزيزة دايما بتفكرني وتقولي: لا خير في قوم لا يتناصحون. فاحنا ممكن نحط عنوان للمقدمة الطويلة اللي فاتت دي واسميها إبراء ذمة. الحقيقة إني عايزة أقول إن ما المتحدث بخير من السامع أبدا والله. عموما كده إحنا محتاجين نعتمد مبدأ خذ القول ودع القائل. إحنا بشر بنخطئ ونصيب. أنت كشخص سمعت حاجة من حد، نصيحة أو توجيه، خدها فكر فيها، ممكن يكون فيها الخير، ممكن دي تكون رسالة من ربنا ليك على لسان الشخص ده. حتى لو أنت شايف إن الشخص ده مثلا في نظرك مش أهل للنصح، وما تقولهاش حتى من جواك، طب انصح نفسك الأول. ممكن يكون الشخص ده بيستنصحك بحاجة هو لسه ربنا ما وفقوش إن هو يقدر يعملها. في مقولة للإمام ابن الجوزي بتقول: فكنت أرى في نفسي من العيوب ما أنادي به في الناس وهم يظنون أني أكلمهم وأنا أنادي على نفسي. وإذا لقيت الشخص اللي كان بينصحك في يوم من الأيام غلط، فقل: غفر الله لنا وله ولا تزد، فادعي له بالهداية لأن إحنا كلنا بشر. طيب النصيحة في حد ذاتها تقيلة. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيقول: النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. ليه النصيحة تقيلة؟ بيقول الشيخ الشعراوي: لأنك لما بتنصح واحد معناها كده أو بتحصل فرضية كده إنك أنت سلوكك أحسن منه، وبالتالي هو أقل منك. فدي مشكلة، إحنا مش عايزين نروح للحتة دي خالص. علشان كده بيكمل وبيقول إيه: فلا ترسله جبلا، يعني ما ترميش طوب في كلامك. ولا تجعله جدلا، دي بقى اتكلمنا عنها باستفاضة في الفيديو الخاص بأدب الحوار. فالتذكير أو النصيحة بيكون باللين واللطف. خلي كلامك طيب وانت بتنصح أو حتى وانت بتتكلم عموما. في مقولة بتقول: الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. كمان تاخد بالك إنك وانت بتنصح أو بتوجه حد ما تنصحش أبدا قدام حد، حتى لو في شخص واحد قاعد. فالنصيحة في الملأ فضيحة، لازم الخصوصية بينك وبين الشخص اللي انت بتكلمه. طيب أنا علشان أغيّر حد أو أنصحه، منين هادّي الحق لنفسي إني أعمل ده؟ أنت لازم يكون ليك سُلطة عليه، السُلطة دي بيسموها سُلطة المُغيّر على المُغيّر. طيب السُلطة دي بتيجي إزاي؟ لازم يكون ليك مقدمة مع الشخص ده، تثبت له إنك بتحبه، إنك بتحب مصلحته وإنك مش كارهه، وده طبعًا بيكون موجود في سُلطة الأب أو الأم، واللي أفضالهم علينا لا تُعَد ولا تُحصى. فلو عايز تنصح حد انصح، بس بالطريقة اللي تخلّيه يقتنع من غير ما تحرجه، حتى لو أنت أب أو أنتِ أم. للأسف في ناس ممكن تعمل الغلط لمجرد العِند في الشخص اللي نصحها، علشان أسلوبهم معاه ما كانش ألطف حاجة. وعلى النقيض ممكن حد يقبل منك النصيحة بسبب طريقتك الطيبة وابتسامتك معاه. النقطة الأخيرة دي في غاية الأهمية. خد بالك من لغة الجسد بتاعتك وأنت بتنصح أو وأنت بتتكلم، ما تبقاش متحفز ومتعصب، والكلام ده حتى لو بتكلم أولادك أو أطفال صغيرين. فما دخل الرفق في شيء إلا زانه. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.